ونواصل تغطيتنا لمناسك الحج، فبعدما كادت أن تفرق بينهم الرياضة جمعتهم على أرض المشاعر المقدسة، مشاعر روحية أخوية لتذهب ما علق في نفوس المصريين والجزائريين من مشاحنات إعلامية. سعود الخلف يحمل تفاصيل هذه الأجواء. كل عام وأنتم بخير. كان الصوت من حجاج الجزائر يدوي في مخيم حجاج مصر أثناء زيارة أخوية للمشاركة في تخفيف تشاحن طرأ بين البلدين مؤخرا، وكان الجواب من حجاج مصر لتهنئة مماثلة وبشاشة تؤكد أن العرب والمسلمين أخوة تحت سماء المشاعر. هذا الأمر لم يضيع الأخوة، لأن الإسلام أمر وشدد على إنما المؤمنون إخوة. اللي داروا هاد الشحنة تاع هما الإعلاميين من الطرفين، من الجزائر ومن مصر. نطلبوا الله يهديهم. سفراء البلدين إلى المشاعر المقدسة اتفقوا على أن العقيدة والعرق أهم بكثير من كأس العالم. أنا من المشاركين في حرب أكتوبر 73. كيف يمكن هذه الفتن أن تفند كل هذا الشيء؟ أنا شاركت في حرب 73 يعني، وفيه دماء جزائرية سال في حرب أكتوبر 73، وفيه تعاون مصري للثورة الجزائرية، وفيه يعني علاقات وطيدة تجمعها العروبة، الدين، القطر، كل هذا ممكن يعني يروح كذا؟ مستحيل. تستقبل السماء دعاء أبناء مصر وأبناء الجزائر بتساو يشبه تماما تساوي حصصهم على أرض المشاعر المقدسة وعناية الحكومة السعودية بهم، بينما بات كل حاج مشغولا بهمومه الذاتية ودعواته ناسيا واقعة السودان كما تسميها الصحافة اصطلاحا. الخلافات الرياضية الأخيرة وخاصة في أحداث مباراة مصر والجزائر، أنا في تقديري هذه خلافات رياضية لا ترقى إلى خلافات دبلوماسية ولا ترقى إلى خلافات بين الشعبين الشقيقين. صلة الرحم ووحدة العقيدة والدم أزاحت موقعة السودان وكرة القدم إلى مرتبة متأخرة كثيرا بعد حديث المناسك وصوت الدعاء بأن يحمي الله البلاد والعباد. حجاج مصر الحضارة وجزائر 1.5 مليون شهيد من المشاعر المقدسة يبعثون رسالة سلام للأشقاء بين البلدين تنهي ما صنعته الرياضة من خلافات سياسية بمصالحة روحية. من مشعر منى، سعود الخلف، العربية.